واش عمرك حسيتي براسك عايش ولكن من الداخل ديالك خاوي؟ تفيق في الصباح كتولي للروتين ديالك، كتضحك مع الناس ولكن في الداخل ديالك كاين واحد الفراغ اللي هو كبير بزاف وما كيتسدش. وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الجفاف العاطفي وكيفاش تتعامل مع الوحده. الجفاف العاطفي هو ماشي غير الوحده، راه واحد الاحساس كتحس بانك عايش ولكن من الداخل ديالك ميت. كتولي ما كتحسش بالفرحه، ما كتحسش بالحزن، غير واحد الصمت كاين في الداخل ديالك، واحد البروده اللي كتكبر كل نهار في الداخل ديالك وانت ما كتشوفهاش. كتولي كتسول راسك فين مشاو المشاعر ديالي، علاش وليت بحال هكا. واحد الحاجه اللي خاصك تعرفها اللي هي الحقيقه، بان الجفاف العاطفي ما كيجيش غير هكا اولا غير تبان ليه يجي اولا ينزل عليك من السماء. كيجي من الصدمات في الحياه وكثرة الخيبات الامل، الثقه ديالك في الناس وهما خانوا الثقه ديالك فيهم. انت كنت كتعطي بزاف ديال الاهتمام لشي ناس وانت في المقابل ما ديتي حتى شي حاجه. شويه مور شويه قلبك كيدير واحد الحاجز باش ما يتجرحش مره اخرى. المشكل هذا الحاجز ما كيمنعش غير الالم، كيمنع حتى الاحساس في الحياه. هنا كتبدا المعاناه، كتكون جالس في وسط الناس ولكن انت كتحس براسك غريب بزاف عليهم. كيهضروا وكيضحكوا ولكن انت حاضر غير بالجسد، اما القلب في بلاصه اخرى. وحده ماشي تكون بوحدك، الوحده الحقيقيه هي انك تكون في وسط الناس ولكن كتحس بان حتى شي واحد ما فاهمك وحتى شي واحد ما مقدرك. لكن اسمع ليا مزيان، الوحده ماشي العدوه ديالك، الوحده يقدر تكون هي اقوى سلاح ديالك الا عرفتي كيفاش تستعملها. النهار اللي كتكون بوحدك، النهار اللي كتبقى بوحدك، كتبقى تسمع الصوت اللي كيخرج من الداخل ديالك، كتولي كتواجه راسك وكتواجه المخاوف ديالك وكتواجه الافكار ديالك. هنايا فين كيبدا التغيير الحقيقي. اول حاجه خاصك تفهمها بان ما تستنى حتى شي واحد يجي يعمر الفراغ ديالك، حيت الا ما عمرتيش الفراغ ديالك براسك ووقفتي مع راسك راه حتى شي واحد ما غادي يجي يعمر لك الفراغ ديالك. كل واحد راه لاهي في حياته ولاهي في المستقبل ديالو. ابدا بشي حاجه بسيطه، اجلس مع راسك بلا تليفون بلا السوشيال ميديا بلا ضجيج ديال الناس وسول راسك شنو باغي، باش كنحس، شنو خاصني باش نخرج من هاد الوحده اللي راني فيها. تحس بالصعوبات في الاول حيت اي حاجه كتجي من بعد الالام الطويل. تراه بيانسو غادي تكون كاره وغادي تكره حياتك في ديك الفتره من غادي تعتزل وغادي تبقى بوحدك، حيت راه ما عمرو بقيتي مع راسك وسولتي راسك بحال هاد الشيء. نورمالمون راسك غادي تجيلو واحد الحاجه اللي هي غريبه بزاف، لكن مع الوقت غادي تولي احسن علاقه في حياتك هي العلاقه ديالك مع راسك. وخاصك تبقى دير الحوايج اللي كتحس براسك كيعطيو لك قيمه، بحال تمشي تريني، تقرا كتوبه، تبقى تعلم شي مهاره اللي غادي تبقى تدخل بها الفلوس. اي حاجه كتخليك تحس براسك كتقدم وكتمشي لقدام. حيت خاصك تفهم واحد الحاجه، بان القلب اللي عامر بالاحلام والطموحات راه ما غاديش يكون فيه البلاصه ديال الفراغ. وما تنساوش بان الفراغ راه هو صديق الشيطان. تنساش واحد الحاجه، بان حتى شي واحد ما غاديش يجي ينقدك، حيت حتى شي واحد ما مسوقش ليك نهائيا، حتى شي واحد ما راش مسوق ليك. كل واحد راه يفكر غير في راسو، حيت المنقذ الوحيد في هذه القصه هو نتايا. راه عادي تحس بالضعف وتحس بالحقره، كلشي كيحقروك، ولكن راه ماشي عادي تبقى في نفس الحياه وفي نفس الحقره. راه ماشي عادي خويا. كل نهار دير خطوات صغار، كل نهار تحدى راسك، ومع مرور الوقت غادي تبقى تحس بالمذاق ديال الحياه. فاش غادي توصل داك النهار اللي غادي تحقق فيه الاهداف ديالك، النهار اللي غادي تولي مرتاح بوحدك ومستمتع بحياتك، غادي تكتشف واحد الحاجه اللي هي خطيره بزاف، انك ما بقيتيش محتاج لحتى شي واحد باش تكون مرتاح. ولكن الا جا شي واحد بغى يدخل لحياتك غادي يكون اختياري ماشي اجباري، وهنايا غادي تكون فعلا حر في حياتك وعايش حياتك كيف ما كنت باغي. غادي نعطيلك واحد النصيحه في وجه الله، هي خدم على راسك، بغي راسك وعيش حياتك. وتذكر ديما هاد الهضره اللي غادي نقول لك، راه حتى شي واحد ما غاديش يبغيك وانت في الزيرو، باستثناء
والديك، حيت الجفاف العاطفي راه ماشي نهاية العالم أو لا نهاية حياتك، غير بداية ديال واحد النسخة جديدة منك. هاد النسخة كتكون أقوى، أذكى، أهدأ وأخطر. ودابا ما عليا غير نقول لك stay hard.